وانا بعرف الشيف من الرزايه بتاعته بصراحه. الله. هي طالما الرزايه مفلفله والدنيا تمام يبقى خلاص الراجل ده كده تمام من غير ما ندوق. انا بالنسبه لي عندي راي. كل حاجه بالنسبه له عنده. طب احنا ليه بنعمل في نفسنا كده؟ تلاقي ان الفات في تايجر مختلف عن الفات في مش عارف ايه، يقول لك عشان الشيبسايه اتخن شويه. فاهم اول عامل لنفسي ان انا اعرف اكل الاكل. لا هي دي حاجه مهمه قوي. الكميه ان الواحد يشبع اساسا بتزيد دايما بالخضار، فكونك مدخل خضار مدخل حاجات كتير مخليها البورشن كبيره، خلينا ندوق الجمبري. اول حلقات العزومه ومعانا اكتر اتنين عندهم ترانسفورميشنز قويه جدا، اكتر اتنين معروفين بالشريدد، اكتر اتنين اتعلمت منهم كتير، واكتر اتنين بحبهم في المجال ده. كابتن يوسف عمرو وكابتن عمر هادي. كانوا بيقولوا كينج اوف شريدد صح؟ هم لا اكسبرت اوف ناتشورال ترانسفورميشن. هنبتدي نعمل لهم الاول برضو على ما نتكلم كده في اي موضوع اكله الدايت بتاعتهم، عشان هم عاملين دايت دلوقتي. كام جرام رز يا كابتن عمر وكام جرام رز يا كابتن يوسف؟ 100 وانا 100. 100. طيب 100 انكو. انكوك ليه بقى؟ ايه الفرق في طاسه انكوك دي كده؟ اشرح لنا الموضوع ده. انا بالنسبه لي الله الله. اول حاجه وزن الرز يختلف بعد الطبخ من قبل الطبخ على حسب 3 حاجات: نوع الرز، طريقه الطبخ، عامل في الميكرويف، في الرايس كوكر او في على حله عاديه، واخر حاجه على حسب كميه الميه. بس يقول لك بقى ايه يعني، انا امي يا كوتش عامله لي النهارده حله الرز وانا مش هعرف اوزنها قبل وبتاع، اعمل ايه يعني؟ فهمت القصه؟ انا بالنسبه لي الموضوع سهل قوي. قولي هات لي معادله تجيب لي ده بيساوي ايه بعد الطبخ. هل ليها معادله؟ هي بيزيكلي لو هو كلها 100 جرامز مثلا انكوكد او كلها قبل الطبخ، فايا كان نوع الرز هي بتبقى افريج من 75 ل 80 على حسب نوع الرز، فانت خلي ماما توزنه قبل الطبخ. طيب على عكس بقى الرز البروتين، ليه البروتين بيتوزن بعد؟ عشان اقول انا بالنسبه لي عندي راي. كل حاجه بالنسبه له عنده قناعات مختلفه. انا مثلا لما نيجي الفراخ ده من الناس كلها بتحطها في الفريزر، فللاسف تشرب ميه بتشرب ميه كويس. بتلج، فبتوزن بالتلج بتاعها. حلو. فالاكيوريت انها توزن بعد الطبخ، لكن لما تيجي تقول للكلاينت لا يوزن لي الفراخ بعد الطبخ والرز قبل الطبخ هيتوه. فلو هنفضل ان احنا نثبت قاعده عامه يبقى كله قبل الطبخ، بس بحط له بين براكتس كده اهوت لازم الفراخ ما تكونش مجمده، تكون سايبه كده وتصفي منها الميه، يعني هيديك استيميشن حلو احسن من توزن كله بعد الطبخ. لا بالنسبه لي انا بالنسبه لي اتعب. الكربوهيدرات قبل الطبخ والبروتينز بوست الكوكينج. ليه؟ لان انت عشان تصفي الفراخ من الميه يبقى انت لازم ايه تحطها سن على الطاسه تنزل ميتها وبعد كده بقى توزنها، فالموضوع بقى صعب جدا. انت بتطبخها وبعد كده بتوزنها بس. طيب في موضوع بقى مهم تاني، موضوع مهم جدا، القصه بتاعت الناس السكيني فات. عشان المشكله دي واجهتني انا شخصيا مع كام كلاينت كده، لقيه سكيني فات، واما ابتدي اقول له احنا لازم ننزل بالبادي فات بيرسنت قبل ما يكبر، بيبقى كل اللي طالع على لسانه انا عايز ابقى وحش يا كوتش، عايز اكبر، عايز اضخم، عايز ابلق، وهو عنده نسبه فاتس عاليه. فايه رايك كده في الموضوع ده يا كابتن يوسف ويا كابتن عمر؟ اي بالكينج فيز بيتعمل يعني بنسبه 90% ما ينفعش ابدا بالكينج صريح، بمعنى او المفهوم بتاع البالكينج التضخيم اللي انت بتاكل ان سيربلس، خاصه ان انت المفروض سكيني فات، يعني انت معدلات حرقك عاليه، فهضطر ادخلك كالوري انتيك عالي قوي في البالكينج. لو عملت ده معاك على البرسنتج اوف بودي فات دي مش تبقى حاجه مستحبه. طيب ما انت في نفس الوقت لو مشينا على سلايتلي ان ديفيسيت، ما انت هتستفاد، هتبني ماسلز والبودي فات برسنتج هتقل. وطبعا هي في كيسز مختلفه، مش شرط تبني ماسلز، بس 90% منهم او الكيسز اللي انا شفتها بيعملوا عضلات في الاول وبعد كده بنبدا نطلع ان سيربلس. في نفس الوقت بتلاقي ان هو اداؤه بيتحسن، بيستفاد اكتر من الاكل. ودايما بتبقى ايه السكيني فات، بتلاقيه يقول لك انا سكيني فات بس انا مش قادر اكل كميه كبيره من الاكل. لا، انت بتهيئ له معدته، بتهيئ له جسمه، المنتاليتي بتاعته ان هو يستوعب كميات اكبر من الاكل. ومع الوقت كل ما هطلع ان سيربلس انت بتستفاد بان انت بتقل دهون وفي نفس الوقت بتبني عضلات. فلازم دايما الناس كلها تحط فريم كبير جدا للبالكينج، بالذات السكيني فات، ان انت تحط على الاقل 6 شهور. طب انا عشان احط 6 شهور لو بدات بسيربلس عالي قوي
طب ما انا هجيب اخرك في شهرين 3 وهلاقي نفسي مش عارف ازود لك كالوريز، لا انت قادر تاكل وهنلجا لسبلمنتس وهتبقى المصاريف عاليه جدا وبادجت اوفر. يعني- فانا شايف ان انت تبدا سلايتلي ان ديفيسيت، وطبعا في كيسز بس اغلبهم سلايتلي ان ديفيسيت، واستفاد بالمينتننس بيريود بتاعته، واستفاد بالسيربلس بتاعته واحده واحده لحد ما نضطر نعمل ايه ميني كات او حاجه اهدي فيها الكالوريز اللي داخل. يعني انا عشان اقول عن نفسي سكيني فات لازم افرق ما بين واحد سكيني فات وواحد عنده ويستد ماسلز، يعني واحد خس بطريقه غلط ولسه البادي فات بتاعه عالي لكن هو خس عضلات كتير قوي، هو شايف نفسه دراعه رفيع لكن عنده كرش او عنده بطن وجناب. فانا عشان احط سكيني فات بنحط زي يعني زي ليبل كده هو ما تقولش على نفسك سكيني فات وانت فوق ال 15% وعلى الريسبوند بتاع جسمك. بس قاري بحث قريب على السكيني فات، فلقيت ان كان في كيس حوالي 19.3 بودي فات، فكانوا عايزين يعرفوا ان لقوا ان المسلز بتاعته اصلا جايبه ستريشنز في عضلات كتير، يعني جايبه عضيات وخطوط، بس عنده الفات متجمع كله في بطنه وان هو ده طبيعته ولا عامل دايت ولا اي حاجه، دي حياته كبني ادم طبيعي. فقال لك انا عايز اكتشف هل ال 19% يعني زي ما هو عمر قال ان هو شايف او ان هو عنده قناعه ان انت لازم مثلا تكون تحدد ان انت سكيني فات دي بتكون من 8 ل 12% بودي فات. لا طب ما انت ممكن تكون برضو 19% وسكيني فات، بس دي بتعرفها ازاي؟ بتمشي سلايتلي ان سيربلس او ان انت بتعمل تشيك اب على الميتابوليزم بتاعك، فانت بيحط لك مثلا مينتننس دايت او سيربلس دايت. السيربلس ده بناء على الحسابات لو انت فعلا سكيني فات انت ممكن تنشف بيه بسرعه غير طبيعيه. فطبعا البروجرس بتاعك هو اللي بيقرر، والدايت بلان اللي انت محطوطه لك وكميه الفات لوس اللي بتنزل على بالبلان اللي محطوطه لك، انا في نظري هي دي اكتر حاجه بتقرر اذا كنت سكيني فات ولا لا. ودي كانت الكونكلوجن او الملخص بتاع البحث لما اتعمل على السكيني فات بيبول، يعني ان هو قال لك ان الدايت بلان بتحدد لك معدلات حرقه عامله ازاي، وبناء عليها انت ينفع تقرر اتعامل معاه از سكيني فات بيرسون ولا لا. كنت قلت لي كابتن عمر قبل كده في مره كنا بنتمرن مع بعض وجيت كلمتني على فيت يور ماكروز، وقلت لي الناس فاكره ان هي بتخلط ما بين ان هو يقول لك انا باخد كذا كالوري اشيله واحط مكانه برجر بنفس الكام كالوري ده. قلت لي خلي بالك عندهم خطا لغوي ان هم فاكرينها فيت يور كالوريز وهي فيت يور ماكروز. يعني الناس البيجنرز بتقول الفيت يور كالوريز دي اول غلطه، دي غلطه كده غلط. لان انا حاصل معاه كلاينت محترم راجل زي الفل ودلوقتي بقى راجل يشيل مش عارف ايه، ودلوقتي بقى واحد يعني عامل بيعمل فيديوهات وبقى حد شاطر يعني. حلو. هو بيشيل وجبه اخر وجبه الفراخ مش عارف ايه برجر يلا لا ايس كريم يا ريت كل برجر حتى كان فيه شويه بروتين. ليه يا كوتش انا حسبت الوجبه دي 450 كالوري مش راجل 450 كالوري 450 كالوري ماشي، حطيت ايس كريم ويتش 425 يعني قلت 25 كالوري. ايه المشكله يعني؟ قلت له ربنا يفتح عليك يعني بصراحه. طبعا اول اسبوعين دول ما خسش جنيه. طب ليه هو في كالوري ديفيسيت؟ ليه بقى الكواليتي كالوريز صح كده؟ مش هنقول الكواليتي في كالوريز على قد ما ان هي في ماكروس. وتاني حاجه انا معالي الانسولين في الجسم بيعلى ودي حاجه بتقلل الفاتلوس مش اي حد بيستجيب اصلا لافت فيت يور ماكروس حتى لو هو ان ديفيسيت ما بتمشيش مع كل الناس. يعني مثلا انا ممكن تلاقيني واكل مثلا زيرو كارب توداي مثلا او النهارده جيت على بالليل اكلت لي كيس شيبسي اصحى تاني يوم الاقي نفسي وارم. طب ليه؟ طب ما انا في الاخر الكالوري فريم بتاعي قليل. طب انا ليه الشيبسي عباني ميه؟ ليه؟ هل الريسبوند بتاع جسمي للشيبسي هيبقى زي مثلا عمر؟ مش شرط بتمشي مع كل الناس. ايه اللي بيمشي مع كل الناس؟ دايت نضيف، الماكروس بتاعته فيري كلير، معروف لك انت بتاكل كاربوهيدراتس قد ايه، بروتينز قد ايه، فاتس قد ايه. وكمان الموضوع اساسا بيبقى صعب على النيوتريشنست ان هو يعمل لك دايت يبدل لك فيه الشوفان بشيبسي مثلا. يعني دي انا شايفها ازاي دي اصلا مش عارف. اولا خلينا نكون متفقين زي ما معروف على جوجل ان 100 جرام شيبسي فيها 17 كربوهيدرات صح؟ طيب ليه ال 100 جرام في كيس الشيبسي بتاع ليز بتاع شيبسي المصري بتلاقي ان ال 10 جرام فيها 5.9؟ معنى كده ان ال 100 جرام فيها 59 كارب. طب ازاي؟ مع ان في الاخر هي دي 100 جرام بطاطس وهي دي برضه 100 جرام بطاطس، الاثنين نفس الكميه انكوب، واحنا متفقين ان الكربوهيدرات بتتوزن انكوب. طيب ازاي البطاطسايه ال 100 جرام دي اساسها بتديني 17
ومكتوبه في شيبسي 59. طب الموضوع ده غريب محير اساسا. طيب في دراسات طلعت قالت لك ان الاويلز لما بتتحط على الكربوهيدرات بيحصل دبلنج اساسا لكل حاجه. فاهمني؟ طب ما احنا نستيك لبلان محسوبه فيري كلير متفقين عليها والعالم كله متفق عليها، مش على حاجه جديده لسه بيعملوا عليها ابحاث ودراسات وبتنجح على ناس اساسها الناس دي ممكن تبقى رياضيه بزياده جدا عنك. الناس دي ممكن تبقى الاكتيفيتي ليفل بتاعتها عاليه قوي قوي قوي. الناس دي خلي بالك بالك احسن منك، اسهل يمشي مثلا 4-5 وجبات دايت وتلاقيه بوظ حاجه بسيطه قوي، فستيل هو بيعمل بروجرس. خلي بالك برضو ان انت بتعمل حاجه اسمها كالوري زيجزاج، دي اكتر حاجه بتبوظ الجسم. يعني انا عندي قناعه ان انا لو كلاينت بيقول لي يا كوتش انا مش هعرف اعيش من غير الشوكولاته، خلاص ثبت واحده سنيكرز بير داي بس تبقى ثابته. ما تجيش النهارده سنيكرز بكره جالاكسي بعده مش عارف ايه، تدخل لي كل يوم واحده بالكالوري. بتفرق لو كالوريز مختلفه، بتفرق لو كالوريز مختلفه. وكمان خلي بالك يعني مثلا الباونتي فيها تحس فيها فات اعلى من الجالاكسي، تحس فيها سكر اعلى. الناس بيبقى الحاجات التافهه دي قوي. انت متخيل ان انت لو ركزت في الباونتي في قد ايه فات وقد ايه الكلام ده، انت فعلا بتروح تذاكر الباونتي، بتروح تذاكر انا مش بروح الشوكولاته في الباونتي صراحه. يعني الانجريدينتس نفسها اساسا كونها مختلفه. جوز هند اصلا، الجوز هند ده اساسا هو سورس اوف فات. فات كده كوكونات اويل وبتاع. ف يعني ان انت بتعمل كالوري زيجزاج دي اساسا دي من اكتر الحاجات اللي غلط، واكتر حاجات فعلا بقى دي اللي بتعمل خلل في الانسولين سنسيفيتي. دي اكتر حاجات اللي بتعمل ووتر ريتنشن. ان انت النهارده انا اكلت والله لا ده انا شلت الشوفان النهارده وحطيت شيبسي ليس ماشي. طب ما ده مكتوب فيه كارب 3 جرام. ما الراجل النيوتريشنست اللي حاطط لك البلان حاسب على كالوري انتيك مثلا 200 بيور كاربس مثلا يعني. طيب انت بناء على ايه قال لك كل مثلا انستيد اوف ايه انت بدلتها ب 50 جرام شيبسي، تجيب بكره بدلتها ب 50 جرام تايجر فتلاقي ماكروس مختلفه. طب احنا ليه بنعمل في نفسنا كده؟ تلاقي ان الفات في تايجر مختلف عن الفات في مش عارف ايه، يقول لك عشان الشيبسايه اتخن شويه. فانا بالنسبه لي الفيتيور ماكروس ممكن فعلا الدراسات قالت ان هي نجحت مع ناس، مش هقول ان هي حاجه فاشله لان كل كيس ليها الدايت بتاعها. انت ما تعرفش ان هو واحد حاجه احسن من ما فيش. فانت عشان تبقى دقيق حتى لو هتعمل فيتيور ماكروس لازم يكون اكل بيتي عارف البورشنز بتاعته، وفعلا لازم يكون حد بروفيشنال عارف يحسب كل البارامترز او كل الماكروس اللي هنا يبدلها على الحاجات محسوبه. يعني ما ينفعش اكل حاجه مش محسوبه اكل من بره وخلاص، لا لو عايز اكل مثلا فيت ماكروس دخل شوكولاته واحده. الشوكولاته دي بتبقى حاجه محسوبه نفس الجرامات مصنع بيصنعها. دايت البنات هل حرق البنات زي حرق الولاد؟ وهل استجابتهم للدايت هي نفس الاستجابه؟ من خلال خبرتي او من خلال الاكسبيرينس اللي انا مريت بيها مع البنات 95% من البنات التخان او اللي هم يعني تخان شويه اللي هم مثلا بادي فات 40 ده في البنات تخين شويه 33 الكلام ده دول بيكونوا اساسا عندهم خلل في انسولين سنسيفيتي بسبب ايه ده انا باكل وجبه واحده والله ما باكلش، بس ده انا باكل بيضه الصبح ونص رغيف بالليل وبدخن. لا هو انت عندك مشكله اساسا، ودي بيبقى ايه بيسموها حاجه اسمها ميتابوليك ادابشن لازم نعالجها في الاول. دراسات كتيره طلعت قالت لك لا ده انا امشي معاها بزيرو كارب انتيك او فيري لو كارب انتيك في الاول، اللي هو انزل فات على قد ما اقدر، وبعد كده اطلع بريفيرس دايت حاجه بسيطه، وبعد كده امشيها على دايت معتدل صحيح. طيب دي دراسات مشيت كده، وفي دراسات تانية قالت لك ان لا امشي صح، ان انت ابدا بالكالوريز انتيك اللي هي محتاجاها وافضل اجو مور ان ديفيسيت من اكل او من كارديو او من تمرين او من اكتيفيتي ليفل. انا بالنسبه لي اهم حاجه وانا بتعامل مع حد بنت اعمل لها دايت اتعامل مع منتاليتي. يعني ما ينفعش تقول لي انا ما اقدرش اعيش من غير ما اكل توست بالبيض الصبح، ده هوايتي. ما ينفعش اعيش من غير ما اكل مكرونه كوبايه النسكافيه باللبن. حاجات اساسيه دي كده مش هيقدر يعيش من غيرها. فلا يبقى لازم على يعني بالنسبه لي لو في حد مش هيعرف يعيش من غير كارب لا ادخله كارب نعمل دايت. بس ممكن لو هو عنده فعلا نفس المشكله اللي يوسف قالها دي ميتابوليك ادابشن او كراش دايت او مشكله في الانسولين سنسيتيفيتي، للاسف هيكون نتائج اضعف، ومحتاج ما بين كل فتره لاخر انه لازم يعمل زيرو كارب شويه يحسن الانسولين سنسيتيفيتي، او مثلا يعمل كيتو بس يكون كيتو يخرج منه بشكل صح ويستحسن. لا برضه ان الكيتو ده للاسف معظم الناس بتبوظه في مصر، مفيش حد بيعرف يطبقه
لازم تكون واحد بروفيشنال جدا جدا وماشي توزن. يعني ما ينفعش تقول انا اكلت بره اكل كيتو، هو وزنه كان حاطط كام جرام زبده؟ يعني ده السؤال. كيتو مش عارف ايه كتير. لا لا بص، طول ما الحاجه موزونه ماشي، لكن ما ينفعش تقول انا اكلت بره. ايه كلت بره دي؟ كلت كام جرام؟ انا كلت طبق رز يعني 4 معالق. بص هو دايما الدراسات بتقول ولا توزن ولا في الاسبوع الاول ولا في الاسبوع لا ولا في معلش ولا في الاسبوع الثاني ولا في الاسبوع الرابع. توزن في الاسبوع الاول ده بيكون اقل ووتر ريتنشن، والاسبوع الثالث. فدي حاجات لازم تثبت. عشان كده مثلا دايت البلان بيكون مثلا كل 15 يوم او كل 20 يوم، ما ينفعش يبقى كل اسبوع. في باك نقطع بقى دلوقتي الدايت بقى وفي فيت يور ماكروز. دلوقتي فيت ايه؟ هندوق معلقه، ندوق الرز الاول. كنت شكرا من سنة عبره. وانا بعرف الشيف من الرزايه بتاعته بصراحه. الله. هي طالما الرزايه مفلفله والدنيا تمام يبقى خلاص الراجل ده كده تمام من غير ما ندوق. انا ده معمل لها جنب تمام. لا استنى الاكل تاكل اكل وصفا كده. لا الاكل تحفه، وبعدين حاطط تقريبا فيه سنه شطه كده ايه يعني هتجوعنا، مش هتخلي حد يشبع وهيعمل لنا تاني دلوقتي. اكتر حاجه عجباني ان في خضار محطوط مع الرز مع الجمبري ده، اساسا مزود الكميه ومخلي الموضوع عشان شكل الاكل يفتح النفس. دي بالنسبه لي حاجه مهمه قوي العامل لنفسي، ان انا اعرف اكل الاكل. لا هي دي حاجه مهمه قوي. الكميه ان الواحد يشبع اساسا بتزيد دايما بالخضار، فكونك بالظبط مدخل كده. خضار مدخل حاجات كتير مخليها البورشن كبيره. خلينا ندوق الجمبري. وحاجه كمان الناس مش عارفاها ان معظم الخضار اصلا بتحرق الكالوريز بتاعته وانت بتهضمه. بالظبط. يعني حاجات زي البروكلي ده بيقول لك، هو اصلا بيقول لك يعني في دراسات بتقول ان هو نيجاتيف في الكالوري. يعني ايه نيجاتيف في الكالوري؟ يعني مش هخش يسحب كالوريز، لا هو بيقول لك المجهود اللي بتاخده في الهضم بيبقى اكبر من الكالوريز بتاعته. وتستمتع باكل الدايت. هو انت ليه بتعمل يا باشا الرز اللي انت عامله ده مسلوق؟ ما تحط عليه شويه سبايسز، زي السبايسز هتاثر هتعمل حاجه مفيده والله. يعني مثلا البابريكا والشطه الكمون قرفه كركم الفلفل الاسود، كل حاجه مفيده جدا. لا ها تمام. توب التوب. لا الاكل تحفه. يعني اكل الدايت ممكن يتعمل حلو والناس تستمتع بالدايت. يعني هو ده لا احنا يعني الموضوع اصلا ما خدش وقت منك. اعتقد احنا شايفين نتفرج عليك حله واحده الموضوع عملت ايه يعني؟ البروتين والكارب والفيجن. يعني انت حطيت حاجات مكلفه؟ لا توابل خالص توابل. عملت التوابل. الجمبري ده مكلف برضه. هو الجمبري لا احنا زي الجمبري احنا بنتكلم في التوابل. تشيكن غيروا بالفراخ. يعني حطوا فراخ. لا بس احنا بنتكلم الرز عشان مشكله الناس. انا بكره الرز المسلوق. لا بس احنا عايزين بقى نقفل الحلقه كده. عايزين نشكر دايت اند شيت اللي هو جاب لنا احلى بوست ورك اوت ميل انا اكلتها في حياتي. والحلقه الجايه يعمل لنا فريتز. طيب نفس الناس برضه خلي بالك احنا هنسبق معاها اسبوع عن البالك. تنور عمرنا كابتن يوسف حبيبي. وان شاء الله كده حلقات تانية من العزومه في كباتن تانية اللي انتوا بتحبوه.